السلام عليكم. النادي الاهلي بيدرس التعاقد مع برونو. لا مش ده خلاص اعتمدناه بعد القضية الجزء التاني، ولكن اللاعب التاني اللي انا بتكلم عنه ايوه هو اللي عامل نفسه كينو، ده برونو فيليبي. لاعب برازيلي لعب مع نادي اولمبياكوس اليوناني اللي بيلعب في الدوري اليوناني، والنادي اللي دايما بيشارك في دوري ابطال اوروبا، واللي لعب ليه احمد حسن كوكا، واللي لعب ليه اسامي كبيرة منهم حاليا مارسيلو وجيمس رودريجيز. المهم اللاعب ده مرشح بقوة للانتقال للنادي الاهلي، وهو خامة محترمة برازيلي. بقى في الحلقة دي هنرجع بقوة وهنستعرض كل المعلومات عن اللاعب وتفاصيل كتير هنتكلم فيها في الحلقة دي، وهنعرف مع بعض هل هو اضافة للنادي الاهلي ولا فيستك ومش هيقدم حاجة. يلا بينا. قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ويلا بينا نبدأ الحلقة. اولا كده هاخدك لتاريخ 18/9/2021. في اليوم ده تحديدا كان في مفاجأة كبيرة جدا في دوري ابطال اوروبا. المفاجأة كانت هي خسارة ريال مدريد من فريق محدش عارفه. الفريق ده كان اسمه ايه بقى؟ اسمه شريف، واللي قدر يفوز على بطل اوروبا في نفس البطولة بنتيجة 2-0. وفين بقى؟ في ملعب سانتياغو برنابيو. وبالمناسبة بقى كانت تاني مباراة للنادي ده في تاريخه في دوري ابطال اوروبا، اللي اول مرة يشارك في البطولة اصلا. انت متخيل؟ المهم ليه طوفان بتقول لنا الموضوع ده يهمنا لان اللاعب اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة كان احد اللاعبين اللي كانت بتلعب مع نادي الشريف، وقدر يشارك في مباراة العودة امام ريال مدريد وقدم مباراة كويسة. واللقطات بتاعته قدامك اهي. لاعب قادر يدافع قصاد ريال مدريد وقادر يراوغ ويعمل سبرنتات. لاعب عنده موهبة وقادر يقدم حاجة، وده بيأكد لنا انه لاعب في ليفل عالي يضيف للنادي الاهلي. دي ملحوظة صغيرة حبيت اقولها لك قبل ما نتكلم عن امكانيات اللاعب وبعض المعلومات عنه. اولا كده اللاعب ده اسمه برونو فيليبي سوزا دا سيلفا. لاعب برازيلي عنده 28 سنة في الوقت الحالي، بيلعب في مركز الجناح اليمين والجناح الشمال، وساعات بيلعب بلاي ميكر وبيتحول لمهاجم تاني، وكمان بيلعب في مركز 8 لأنه لاعب جماعي بشكل مميز. بداية مسيرته الاحترافية كانت في الدوري النمساوي مع نادي لوستيانو، لعب معاهم في دوري الدرجة الثانية وقدر يساهم انهم يطلعوا لدوري الدرجة الأولى، ولعب معاهم 60 مباراة قدر يسجل فيهم 13 هدف وصنع 9 أهداف بمعدل دقايق لعب 4767 دقيقة، يعني تقريبا بالمعدل ده لعب 53 مباراة. بعدها انتقل إلى نادي لاسيك في الدوري القبرصي، لعب معاهم 21 مباراة بمعدل 1188 دقيقة، يعني تقريبا 14 مباراة، وقدر يسجل في الوقت ده هدف ويصنع 3 أهداف. ثم انتقل إلى نادي أتروميتوس أثينا، وده نادي في الدوري اليوناني، لعب معاهم 45 مباراة بمعدل 3302 دقيقة، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 7. بعدها انتقل إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، لعب معاهم 12 مباراة في جميع البطولات، ولكن ما قدرش يسجل ولا هدف ولا يصنع ولا هدف، علشان في سنة 2020-2021 ينتقل إلى نادي أرياس تيسالونيكي، لعب معاهم 16 مباراة بمعدل دقايق لعب 462 دقيقة، يعني تقريبا 5 مباريات وما سجلش ولا صنع. بعدها ينتقل النقلة اللي وصلته لدوري أبطال أوروبا علشان يواجه ريال مدريد. انتقل إلى نادي شريف في الدوري المالدوفي، لعب مع شريف 29 مباراة بمعدل دقايق لعب 2081 دقيقة، قدر يسجل معاهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف علشان يلعب معاهم موسم واحد، علشان ينتقل في الموسم اللي بعده على طول إلى نادي اسمه أمونيا، وده نادي في الدوري القبرصي برضه، لعب معاهم حتى الآن 20 مباراة بمعدل 1488 دقيقة، وقدر يسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 أهداف، ولسه بيلعب في النادي ده في الوقت الحالي. الأرقام بتقول إنه لعب 203 مباراة في مسيرته حتى الآن، سجل فيهم 30 هدف وصنع 28 هدف، وحصل على 19 انذار، وحصل على كارت احمر 1، ولعب 13717 دقيقة. احيانا الارقام ما بتبقاش كل حاجة، واحيانا الفرق اللي بتلعب فيها مراكزها ما بتخلكش تطلع كل اللي عندك وبتظلمك الى حد ما، لانك ما بتوصلش للجول بشكل كبير، وواجباتك الدفاعية بتأثر على مجهودك الهجومي. ولكن اللاعب رغم انه ما لعبش في اندية كبيرة غير اولمبياكوس، بس قدر يلعب في منافسات عالية زي دوري
ابطال اوروبا واليوروبا ليج، وقدر يلعب مباريات كويسة وقدر يسجل في اندية كبيرة. يعني لاعب عنده خبرة وعنده شخصية، ودي حاجة مفيدة جدا للنادي الاهلي. تعال نشوف اللاعب علشان نعرف هل هو يقدر يوصلك للجول كتير ويعمل فرص كتير ولا لا. اولا كده اول حاجة لفتت انتباهي ان اللاعب ده بيصنع فرص كتير جدا، ولو كان معاه مهاجمين كويسين بيلعبوا جنبه كان قدر يصنع اكتر من 100 هدف. وكلامي ده بسبب الفرص اللي قدر يصنعها مع كل الفرق اللي لعب معاهم والفرص اللي انا شفتها له. الفرص قدامك اهي، شوف كم فرصة واحدة كان ممكن المهاجم يحرزها ولكن ضيعها. وفعلا كان معاه لاعبين بتضيع فرص ومجهوده بشكل كبير، لانه لاعب فعال في صناعة الفرص وعنده راية ممتازة. فعلشان نبقى متفقين كده فهو لاعب ارقامه ظلماء، هو مش اناني، بيلعب لعب جماعي بشكل كويس، ودي حاجه مميزه وناقصه النادي الاهلي في الجانب الهجومي، لان معظم اللاعبين اللي بتلعب في الجانب الهجومي عندهم انانيه وحنكشه، والانانيه دي بتاثر على الفريق في الارقام اللي بيقدر يحصدها في نهايه الموسم، وبتاثر في مباريات كتير جدا. فبرونو فليبي يقدر يفيدك بشكل كويس في الميزه دي. اما بقى على المستوى التهديفي فهو لاعب متميز في ضربات الراس، رغم انه مش سترايكر صريح او ده مركزه الاساسي يعني، ولكن بيقدر يلعب ضربات الرأسية بشكل كويس. كمان لما بيجي من الخلف للامام بيبقى خطر جدا على الفريق المنافس، لانه لاعب سريع وعنده مهارة نسبية بتقدر تخليه يقطع على الخط بشكل كويس ويروح يعمل عرضية او يعمل اوفر مميز ويحاول يصنع هدف لفريقه او حتى يروح على الجول. كمان عنده تكملة هجومية ممتازة داخل منطقة الجزاء، وبيقدر يتحرك بشكل كويس وذكي جدا في تحركاته، وبيقدر يسجل لانه عنده وعي في التحرك بتاعه، وبيقدر يهرب من الرقابة، ودايما بيتوقع اخطاء المدافعين او حتى حارس المرمى. ولكن ما تقولش عليه ان هو اللاعب الهجام اللي بيستلم ويدريبل بالكوره ويروح على الجول على طول، لا هو بيستلم الكوره ويعدي 1 على 1 ويعمل الاوفر، ودايما بتلاقيه بيقطع على الخط علشان يعمل العرضيه، ودي حاجه مميزه. وفي نفس الوقت لازم يشتغل على نفسه ويوصل للجول بشكل اكبر علشان يقدر يفيد النادي الاهلي بشكل اكبر وبشكل كويس، لان الاجنحه اللي عندنا برضو مش فعالين بشكل كويس وارقامهم مش كبيره. الخلاصه برونو فليبي لاعب مميز يقدر يضيف للنادي الاهلي، ولكن عايز يبقى ايجابي في كام حاجه صغيره جدا تقدر تخليه يفيد النادي الاهلي بشكل كبير. الايجابيات اللي فيه ان طريقه لعبه تشبه طريقه لعب النادي الاهلي، لاعب مش اناني وبيلعب جماعي، وانت محتاج جناح يلعب جماعي بشكل اكبر، فهو خيار ممتاز. يقدر يلعب كمان بلاي ميكر ويلعب في مركز 8 ويلعب جناح يمين وجناح شمال ويتحول لمهاجم تاني، بيلعب في كذا مركز وزوكر في الخط الامامي. وكمان ضيف على كل اللي انا قلته لك ده انه لاعب من اكتر اللاعبين اللي شفتهم بيقدر يعمل واجباته الدفاعيه بشكل كويس، وجناح فعلا قادر يعمل واجباته الدفاعيه وبيقدر يغطي كمان ورا الظهير. الخلاصه يعني لاعب قوي وواقف على الارض وقادر يلتحم ويعمل الواجبات الدفاعيه اللي لازم اي جناح يعملها. وبكده يا صديقي عرضت لك كل حاجه عن برونو فليبي، اللاعب المرشح بقوه او لاعب الاهلي المحتمل اللي النادي الاهلي بيحاول يخلص معاه في الفتره دي. وبالنسبة للعرض اللي بعته النادي الاهلي فهو بعت عرض ب2 مليون دولار، ولكن فريقه عايز 3 مليون دولار علشان يسيب اللاعب، وحاليا فريقه محتل المركز السادس في الدوري، يعني نادي ما بينافسش وعادي ممكن يسيبه لو دفعنا فيه مبلغ كويس، ولو قدرنا نتفاوض معاهم نقدر نقسم البلد نصين ونجيب اللاعب لو مارسيل كولر عايز اللاعب ده. كده انا خلصت كلامي، انت بقى اتكلم عن اللاعب في الكومنتات وقول لي رايك فيه، وهل هو هيقدم اضافة للنادي الاهلي ولا لا، واتمنى تسيب رايك في الكومنتات. وحشتوني جدا ومبسوط بالعوده والكلام معاكم مره تانية. قبل ما تقفل الحلقه بقى وحد الله لا اله الا الله وصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل اللايك الجميل والسبسكرايب الاجمل وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير يا حبايب في حلقه جديده ان شاء الله. وقول لي عايز الحلقه اللي جايه عن مين، هستنى الكومنتات بتاعتكم. سلام.